عملنا لكم الكشري للدايت. تخيلي بقى، يلا بينا نعرف ازاي. لو انت بتعملي دايت في اليوم الفري هتاخدي منه من 6 ل7 معالق وشكرا قوي على كده كفايه، ونكمل الاسبوع اللي بعده. تعالي بقى دوسي اعجاب وكملي معايا الفيديو علشان تعرفي يتعمل ازاي بدهون قليله جدا. شفتي انت رشه الليمون دي موديه في حته تانية. طبعا النور قطع قبل ما اصور الفيديو، يعني كانت في مشكله كبيره وبتتحل، مش مجرد تخفيف احمال يعني، بس عشان ما نظلمش الناس. فسلقت العدس في ميه بس من غير اي حاجه، وصفيته كويس جدا، سلقته سليق كامل مستوي، واحتفظت بالميه لوحدها وبالعدس لوحده. نيجي بقى في حله فيها 2 زيت فقط لا غير، وبعد كده انزل عليهم بقى بالكميه محترمه من الشعريه. طبعا بتبقى على حسب اللي انت بتعمليه، بس انا بعمل كميه الشعريه بتبقى اكتر من الرز. وطالما المادة الدهنية عندي قليلة مش كتيرة، فلازم تراعي انك بتقلبي كتير جدا، ما تسمحيش للشعرية انها تتلسع منك او تتحرق منك. لازم تتقلب كويس جدا، تفضلي بقى تقلبي وبسرعة. على فكرة انا هنا مش مسرعة الفيديو، تمام؟ يعني هو ده التقليب اللي انا كنت بقلبه. بصي هنا بدأت تحمر معايا، تاخد لون. انا بحب لونها يكون ذهبي، انت تقدري تدوسي عليها في السوا شويه في التحمير تخليه لونها بني، مفيش مشكله، بس خلي بالك عشان ايه ما تتحرقش منك. وبعد كده تنزلي عليها بقى بالرز، بتكوني نقعاه كويس جدا علشان ينزل كل كميه النشا اللي فيه. بنحاول نقلل الايه النشويات اللي احنا هناكلها يعني. وكمان بقى في سر كده من اسرار الكشري، اني لازم اسقي الرز والشعريه بالميه بتاعه سليق العدس، علشان كده انا احتفظت بيها ما رميتهاش. انت عندك اختيارين في الكشري ده، ان انت تعمليه تخلي العدس نص سوا وتخليه يكمل سوا مع الرز. يعني لما انت كده في الخطوه دي تحطي العدس والميه بتاعته كمان، وتحيقيه بملح وفلفل اسود وكمون. لكن احنا ما بنحبش الحركه دي، يعني ان اعرف ناس بتحب العدس يكون قليل يكون كتير، فعشان كده بعمل كل حاجه لوحدها. لكن طريقه الحياء هي وطريقه التسويه هي. نجهز بقى الصوص بتاع الطماطم بنفس برضو 2 الزيت اللي احنا استخدمناهم للشعريه، وانزل فيهم توم وابدا ان انا اقلب جامد جدا، وهتلاحظي ان هو هيحمر معايا بسرعه قوي. على طول اقوم نازله بقى بصوص الطماطم اللي انا مسبكاه من قبلها. طبعا النور كان قاطع، فانا بقى قعدت اجهز الحاجات دي كلها، وتسيبيه بقى يتسبك كويس جدا. وبعد ما يتسبك نبدأ بقى ان احنا نحيقه. وهقولك على سر تاني برضو من اسرار صلصة الطماطم. نجهز بقى الدقة سريعا كده، معلقة توم صغيرة وتحطي عليها ملح وكمون، تمام؟ وتملي باقي الطبق مية من الحنفية عادي. انا كان متوفر عندي مية سخنة، كنت غليت مية سخنة للرز وما احتجتهاش لان انا مية العدس كانت كتيرة، فبقى عندي مية سخنة عملت بيها الدقة. وتحطي ربع كوباية خل، كام بقى عصرة ليمونية واحدة. لو انت كمية عندك كبيرة بتكتري كمية الليمون، بتكتري كمية العدس، بتكتري كمية المية، يعني على حسب الطبق اللي عندي ده، يعني هو طبق صغير فحطيت عليه ليمونية واحدة. وبكده الدقة بقت جاهزة، ما فيهاش اي افتكاسة، ما بتتحطش على النار. انا بشوفت ناس بتعمل لها طشة بتوم وزيت، لا مفيش الكلام ده. العدس بقى اللي انا سلقته، انا قلت لكم انا سلقته في ميه بس، ما حطيتش فيها ولا ملح ولا اي حاجه. بجيبه بقى كده بعد ما تصفى كويس جدا، احط عليه شويه ملح صغيرين جدا ومعلقه كمون كبيره، وبركنه على جنب. وبكده هو بقى جاهز معايا. وزي ما قلت لك، لو انت حابه انك تحطيه على الرز يبقى تعمليه نص سوا، تسوي العدس نص سوا وتخليه يكمل سوا مع الرز. طيب بالنسبه بقى لصلصه الطماطم، السر التاني فيها ان احنا القوام بتاعها مش تقيل، فبالتالي احنا بنخففه شويه بميه مغليه. ليه ميه مغليه؟ علشان بس يعني ما تسرع معايا من الغليان وما تبردش الاكل. هي دي الفكره. انت لو عايزه تزودي ميه من الحنفيه عادي مفيش مشكله. وبحيقها بملح وفلفل اسود وكمون بس كده، نفس حياء الرز.
بعد ما تقلبي كويس وتسيبيها تاخد لها غلوتين تشيلي الريم اللي على الوش ده. تمام. تعالي بقى نجهز الشطه بتاعتنا. لو انت عايزه تعملي شطه زيت ودي غير مصاحبه للدايت تماما، فانت بتسخني الطاسه كويس جدا وتقفلي النار، وبعد كده تحطي الزيت والشطه والصلصه على بعض، لان الطاسه بتبقى سخنه. لكن انا بحضرها على البلد زي ما انتم شايفين بكبشه من الصلصه وبحط عليها شطه وبس كده. هنا بقى انا سلقت مكرونه مرمريه اللي هي الصغيره دي ومكرونه طويله. قطعت المكرونه الطويله على 4 أو 5 قطع على حسب ما تقدري تقطعيها، وسلقت الاتنين مع بعض. وبنزل المرمريه الاول تاخد غلوتين، بعد كده انزل الطويله عليها، ونبدا بقى في رسم اللوحه الفنيه. بصي يا ستي، انا ليه ما عملتش تقليه وليه ما حطيتش حمص؟ يعني دي السبب كان يخصني ان في مشاكل في القولون كفايه العدس اللي موجود في الاكل. لكن انت تقدري تسلقي الحمص بملح وكمون، وكمان البصل تقدري ان انت تقطعيه شرايح وتدخليه الفرن او الاير فراير او الميكروويف على حسب ظروفك. حلو كده. تعالي بقى كده في اليوم الفري اللي هو لما بتعملي دايت بيبقى فيه يوم فري اخر كل اسبوع، وتعملي بقى الكشري بالطريقه دي. دهون قليله جدا، كميه النشويات اللي فيه يعني الى حد ما احنا مقللينها. الرز منقوع من قبلها بشويه، فكميه النشا اللي فيه نزلت. تمام. لو عجبك الفيديو انا اتمنى انك تجربيه. على فكره طعمه كان تحفه جدا، وما كانش طعمه وحش، لا بالعكس ده كان جميل جدا. لو عجبك بقى الفيديو وجربتي ان انتي تعملي الكشري ده، يا ريت تعملي اعجاب ومشاركه وكومنت لوحدك بقى، مش لازم اقولك. ولو انتي على اليوتيوب ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. الفتره اللي جايه هنعمل كام وصفه كده للدايت، وبعد كده هنرجع نعمل اكل عادي جدا. وانا هحاول ان انا افلتر الفيديوهات بتاعتي. وما تنسيش بقى تتابعيني لو انتي مش متابعيني لحد دلوقتي. واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. باي باي.